واسلموا العهده لامي. المظاهرات عامة أنا شايفة إن هي تعبير عن رأي، دي حاجة حرية شخصية لأي حد. أنا من رأيي إن كل واحد يعبر عن حريته الديمقراطية اللي أنا أعرفها يعني. لا أنا ضدها. أنا عن نفسي ضدها، هو رايح يتعلم مش رايح يعمل مظاهرة. الصح اللي هو عايز تعمل مظاهرة اعملها بره الجامعة، جوه الجامعة في ناس عايزة تستفيد، أنت ما لهاش لازمة المظاهرات جوه الجامعة. أنا واحدة جاية مثلا أتعلم فهاخد تعليمي وحقي وخلاص، ما أجيش إن أنا أخرب وأبوظ وأعمل أي حاجة ملهاش أي لازمة يعني. معطل التعليم في الجامعة إزاي يعني؟ في المحاضرات شغال، اللي عايز يحضر، اللي عايز يعمل مظاهرات يعمل براحته. لا انا ضدها جدا، بتوقف التعليم وتوقف حركه التعليم، ويعني كل ده بيجي على دماغنا احنا يعني. التظاهر ده المفروض ان هو يكون بطريقه سلميه ويكون في اماكن معينه. احنا فاهمين فكره المظاهرات غلط، احنا شعب كان عامل كده فجاه سابوه. بس برضك مش معنى ان انا ضدها ان انا مش معاها بالظبط، لكن انا المشكله ان هم مش لاقيين هم يوصلوا طريقهم ازاي او يوصلوا صوتهم ازاي، فهم ما قدامهمش الا كده. طور مربوط في ساقيه 24 ساعه 5 سنين 30 سنه وفجاه سابوه، فهيعمل ايه؟ يعني بيبقى فيه المفروض انت لو معرف الواحد حقه وواجبه خلاص هو مش هيعمل اصلا مظاهره، انما انت ما تجيش ما تعرفش الواحد لا حقوقه ولا واجباته وترفض كمان ان هو يطالب بيها. واعمل كده، اعمل كده يا عم محمد، حبيبي يا عم محمد والله. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. اسلام محمد السيد عمري، شهرة اسلام العمري، وافتكروا الاسم ده كويس على فكرة. صح، 2 بنتمرن مع بعض في جيم هاي فيتنس. بالظبط ان شاء الله 5 سنين، اشهر شاعر في الوطن العربي. عايز اقول منك لله يعني في بالي. حاجه كمان ان احنا دخلنا كليات عمرنا ما كنا نفكر ندخلها. ده طبعا يرجع للدوله الجميله ويرجع لمكتب التنسيق. ما هنسقط لو قلنا ومين. هتلاقي العميد بتاع الكليه. ولا اي ساعد والله مين اكبر لا بقول لك حط دراعي جنب دراعك هتلاقي دراعي اكبر من دراعك. يعني هو طبعا اللي في الشارع عامه انا بتكلم عن المعاكسات والاولاد اللي بتضايق بنات حتى لو كان لبسهم مش ملفت تماما، وان الولد اصلا بقى بيلبس اضيق من البنت دلوقتي، فمش محتاج ان هو يتريق او يعاكس او يضايق البنت. انا الفلاح، انا اللي مظلوم، انا اللي مردوم فوق مني بالوحل، انا اللي فكري داير بالزرع والميه ما تخطيش الفحم. الواد ده كان بيلعب معايا التمرينه والله في يوم انت فاهم، فطلع يلعب عقله. هو انت شايف انه في ناس كتير جدا انا بسمع كتير جدا دلوقتي الفتره دي انه انا ما بحبش البلد، انا عايزه اسيب البلد، انا بكره البلد، انا لسه جايه من 3 سنين مصر ومش عايزه اسيبها ابدا تاني. فلقيته جابوا الكرسي فاهم، فالعقله بقى انت المفروض انت في الجيم وبتاعته جاب العقله فاهم، وبيقف وبينط عشان يجيب العقله. انا مت على نفسي بالضحك بصراحه. انا بحب البلد ومش شايفه فيها اي مميزات، بس انا بحبها عشان هي مصر. اللي بيحصل فينا ده. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله كده. طب احنا هنبتدي دلوقتي ولا ايه؟ جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. حتى مش من حقي ان انا احلم اللي انا عايزاه، لازم يبقى في سقف للطموح وسقف الحلم عشان انا بنت، عشان عايشه في مصر. على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.